الأصدقاء المزيفون أنانيون ومتلاعبون ومخادعون تجاهك، يركزون على ما يمكنك القيام به من أجلهم ولا يهتمون بك كشخص. هل تتساءل عما إذا كان لديك صديق مزيف في حياتك؟ إليك 7 أشياء لا يفعلها سوى صديق مزيف. أولا، يتحدثون عنك من وراء ظهرك. هل تجد هذا الشخص يثرثر عنك من وراء ظهرك وينشر أسرارك للجميع؟ بغض النظر عن الأشياء التي يقولونها عنك من خلف ظهرك، فإن الصديق الحقيقي لن يعرض صداقتك للخطر أو يهونك بهذه الطريقة بطعنك بظهرك. لكن الأصدقاء المزيفون سيتحدثون عنك كالقمامة وينشرون الشائعات عنك عندما لا تنظر. ثانيا، سيدفعونك للموت من أجل نجاتهم. عندما تكون الأمور صعبة سيرمونك تحت الحافلة لينقذوا أنفسهم، ويلومونك إذا كان ذلك يعني إنقاذ أنفسهم. إنهم لا يكفلونك ولا يقفون بجانبك، وبالتأكيد لن يقفوا معك عندما يتم إيذائك أو التقليل من شأنك من قبل شخص آخر. الحقيقة هي أنهم لا يعتقدون أنك أو صداقتك تستحق تعريض أنفسهم للخطر. ثالثا، إنهم دائما ما يقومون بشطبك. هل أمضيت أسابيع للتخطيط لرحلة فقط حتى يقوم أصدقائك بإلغائها في اللحظة الأخيرة؟ هل كان هناك شيء تتطلع إلى القيام به معهم ولكنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الظهور؟ بغض النظر عن عدد المرات التي تذكرهم فيها باستمرار، فإن أصدقائك المزعومين لا يلتزمون بالكلمات أبدا. كان عليك أن تتعلم ذلك بالطريقة الصعبة مرارا وتكرارا، أنه لا يمكنك الاعتماد عليهم أبدا. رابعا، يستبعدونك من خططهم. هل يبدو أنهم بسهولة ينسون دعوتك إلى أي شيء؟ هل تشعر بالاستبعاد من الأنشطة الجماعية في كثير من الأحيان؟ حتى إذا ذهبت لدعوتهم وإخبارهم بخططك فهم لا يفعلون نفس الشيء من أجلك. خامسا، يتصلون بك فقط ليطلبوا خدمة منك. هل يبدو هذا مألوفا لك؟ أو مرحبا، استمع، هل يمكنك مساعدتي من فضلك رجاء؟ إذا اتصل بك هذا الصديق فقط لطلب المساعدة فمن المحتمل أنه صديق مزيف. الأصدقاء المزيفون يعتقدون أنه من المقبول عدم رؤيتك لأسابيع، وعندما يحتاجونك يطلبون شيئا منك من دون حتى العناء عن سؤالك عن أحوالك، لأنهم في الحقيقة يستخدمونك فقط لحل مشاكلهم، وفي اللحظة التي تعطيهم ما يرغبون به فإنهم يختفون من حياتك مرة أخرى. سادسا، يعطونك مجاملات بظهر اليد. هل سبق أن قالوا لك أشياء مثل فعلتها بشكل مدهش أول مرة، كان ذلك أفضل مما كنت أتوقع منك، أو تبدو اليوم أفضل من العادة؟ الإطراء المخادع هو شيء يقوم به الأصدقاء المزيفون لإحباطك بمهارة من خلال جعل الأمر وكأنه يبدو مدح، بل هي في الأصل طريقة لانتقادك دون أن يكونوا واضحين. هذا يدل على أنهم يشعرون بالغيرة منك وأنهم يحكمون عليك بقسوة أكثر مما يريدون. سابعا، يتحدثون فقط عن أنفسهم. هل يستمرون في الحديث عن أنفسهم ومشاكلهم وكل شيء يحدث في حياتهم؟ هل يتجاهلونك عندما تريد التحدث عن أفكارك ومشاعرك؟ هل يبدو أنهم لا ينتبهون لأي موضوع لا يشملهم؟ يبدو التواصل بينكما يميل إلى طرف واحد فقط، لأن الأصدقاء المزيفون مهووسون بأنفسهم ويتسمون بعدم المراعاة، لا يهتمون بك أو ما تريد قوله. كأي نوع من العلاقات تحتاج جميع العلاقات إلى الصدق والثقة والرعاية والاحترام المتبادل من أجل الازدهار والبقاء. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأصدقاء المزيفون ستلاحظ أن كل هذه الأشياء مفقودة تماما. هل خطر ببالك أي شخص على وجه الخصوص أثناء عرض هذا الفيديو؟ هل سبق لك وأن وقعت بصداقة مزيفة من قبل؟ أخبرنا بالتعليقات أدناه. من المؤلم أن تكتشف أن الأشخاص الذين اعتبرتهم أصدقاء مقربون يظهرون على أنهم مزيفون، إلا أنه من المؤلم أكثر أن تستمر في إنكار الحقيقة والبقاء مع أشخاص ليسوا جيدين لك. شكرا للمتابعة ودمتم سالمين.